ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالم. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى العيد قرب اهو. انا كنت حابة ان انا اصلا اعمل كل التنظيفات قبل ايام الصيام وقبل كل الكلام ده، بس لقيت الوقت بيجري وجرى فعلا. يعني انا شايلة حاجات انا مصوراها معاكم، حتى انا كمان قعدت شوية ما نزلت الفيديو من زمان، وكنت فاكرة بقى ان انا ايه اعمل ايه ده انا لسه كتير وهو ده اعمل ما بعملش اي حاجة. كل يوم الصبح اقوم انا هعمل كذا النهارده، ولا اني كسلت طب لا خليها بكره، لا خليها بعده، لحد ما خلاص لقيت الايام كلها جرت وما عادش وقت خالص. قبل بقى ما نبدا الفيديو بتاعنا وشويه الروتينات بقى والرغاوي ان شاء الله الفتره الجايه دي، عايزاك اول ما تشوفوا الفيديو كده تعملوا لايك تحت، عشان اللايك بيرفع الفيديو. القناة متوفية اصلا، ميتة بجد تحت الصفر. كل ما المشاهدات تعلى شوية ويبقى فيها مشتركين وكده، تقعد تقريبا يعني اسبوع على كده، وبعد كده تنزل تاني تهبط، تقعد لها شهور على كده. مش عارفة برضه، حاسة ان القناة دي معمول لها عمل، مالها مش عارفة، رفتها وحشة. المهم بقى انا شلت السجاد، شلت الستاير. وبعدين قلت بقى احطها في الغساله تاخد الذره بتاعتها. انا بحطها يا بنات في الغساله، وبحط المعطر ده من سكت انا قايله لكم عليه اصلا على طول، هو لسه عندي يعني، كنت جايباه تقريبا من قبل العيد الصغير ولسه عندي. بعمل على دوره اللي هي علامه الفراشه دي نص ساعه، العصر بتاعها حلو ومش مش بتكرمشها واصلا يعتبر يعني مفيش درجه حراره، دوب هي بتشطفها زي ما انت بتشطفيها مثلا في لو طبق او كده، واحسن وبتطلع كمان ناشفه ومش مكرمشه. وانا بعمل عليها بقى كل حاجه انا بخاف عليها. يعني انت لو انت عندك مثلا هدوم خروج بتشطفها على ايدك عشان ما تتمرمطش او تتبهدل الذره دي تحفه 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 تحفه. لو انت عندك نفس موديل الغساله، او لو عندك موديل تاني بس شوف العلامه اللي فيها دي بجد جميل. انا بغسل فيها كل حاجه، كل هدوم الخروج، كل الستاير، اي حاجه بخاف عليها ان هي تتمرمط او تتبهدل بغسلها على الذره دي كانك شاطفاها عليك، بس بتطلع ناشفه يعني، متقعديش بقى تستناها ما تنشف وكده. دخلت بقى على المطبخ. انا عملت معاكم قبل كده التربو والتلاجة. قلت بقى انا هظبط الرخامات، اعمل كل الرخامات، الحاجات اللي على الرخامات معاكم النهارده. لسه بس شويه تشطيبات كده في المطبخ، مع ان المطبخ يعني كان بالنسبه لي كنت بعمل الاوض دي اول حاجه، اعمل تحت السراير واظبط وكل الكلام ده، وبعد كده ادخل على المطبخ. لا ده انا بدات يعتبر بالمطبخ. حاسه كده ان انا طالما خلصت المطبخ، انا اصلا عامه بحس ان انا طالما خلصت المطبخ انا خلصت كل حاجه. احنا دلوقتي خلاص عملنا السجاد مع بعض. السجاده اللي عايز يتغسل غسلناه، واللي عايز اللي هو الغسيل الجاف ده عملناه مع بعض. لسه بس عندي كده يعتبر شريطين صغيرين، دول لسه نغسلهم مع بعض غسيل جاف، ومشيت صغنونه دي هغسلها بقى الغسيل غسيل يعني. شلنا الستاير اهو غسلناها برضو مع بعض، وشيلت برضو هنشوف مع بعض برضو في الفيديو ده المفارش. يبقى لسه ايه وبنعمل بقى في المطبخ اهو. انا متعوده يا بنات من على طول ان انا بغسل علب التوابل والتوابل فيها. هتقولي ما بينزلش عليها ميه وتبوظ وتكلكع وكده، لا هو طقم التوابل ده يعني طقم التوابل ده انا متعوده معاه من يوم ما اتجوزت على كده، وما ما بيحصلوش اي حاجه. انا يعني باجي بقى مع نفسي في يوم كده واقوم مفضيه اللي فيه وغسلاه من جوه ده، ما بصوروش يعني. لكن في روتينات العيد وكده ببقى عارفه ان انا هبقى عندي شغل كتير وما هبقاش فاضيه ان انا اغسله من جوه، فبعمله من بره بس. والحمد لله مش بيدخل له ميه ولا الحاجه اللي جوه تبوظ ولا اي حاجه، انا متعوده على كده. وعلى طول اصلا انا بعمل كده غير تنظيفات واي حاجه، لان هو طقم التوابل قريب من البوتاجاز، قريب من البوتاجاز، فعلى طول بحس ان هو بخاف ان هو يتدهن او كده او يجي عليه دهون او الغبار، فعلى طول ايدي فيه. دخلنا بقى للفرن. المنظف ده عندي من زمان، فانا معرفش اسعار حاليا. منظفات كتير قوي بصراحه بدات استغنى عنها لان الاسعار بتاعتها عليت جدا، وفي حاجات اولى يعني، في حاجات اساسيه وفي حاجات ممكن نستغنى عنها. الفرن كده كده ما عدتش بستخدمه، لان انتوا عارفين ان هو الشمعة اللي فوق بايظه وانا مش عارفه حد يصلحها، فيا دوبك انا ساعات بسخن فيه بس، وبقى بصيص كمان، فاستخدامي له قل قوي. ما بقاش متوسخ، هو اصلا كان متطرب بس حاجه بسيطه وانا حابه ان هو بس يلمع كده وخلاص. المنظف ده من كلين من ماي ويف، هو بصراحه حلو قوي للثلاجات وللمايكرويف والافران. اللي هو الفرن اللي زي ده يعني حلو جدا جدا، وبيخليه بيلمع بقى وبيبقى اديله ريحه حلوه. فانا عندي من زمان خالص، فما اعرفش هو حاليا سعره ايه.
عملت بقى الرخامة، وبعدين حطيت البوتاجاز حطيت بقى الفرن عليها ورصيت الطاوله. طقم التوابل ده انا غسلته بنفس الطريقه اللي بغسل بقى طقم التوابل التاني. معتقده ان انا كنت مفضيه. للاسف طلع في حاجات وانا كنتش واخده بالي ان هو في حاجات. بس ده بقى عشان بقى الامانه ده سرب شويه ميه للحاجات اللي جوه. الحاجات اللي جوه تقريبا يعني منديه كده وجميله. بس هل انا هقول ان انا غلطان؟ ابدا ابدا ابدا. انا عشان انا متعوده على الطقم التاني. وعلى فكره واللي هو والعلبه النبيتي دي برضو بغسلها على طول، ما بيحصلش اي حاجه ولا بيدخل لها ميه ولا اي حاجه. مش عارفه الطقم ده بقى لا مش عاجبني مش عاجبني. هو اصلا استخدامي له بسيط قوي لان بخاف من الحاجات اللي هو الصيني وممكن يتلفلص من الايد يقع يتزحلق. ده انا طول ما انا بغسله كل شويه يقع من ايدي يقع من ايدي. فاستخدامي له بسيط قوي قوي قوي. فالحاجات اللي فيها انا كنتش عارفه ان هو في حاجات فيها، لان كنت غسلاه قريب. فطالها شويه بعض كان في حاجات يعني بسيطه وكده، طالها شويه ميه صغننين. هل انا غلطانه؟ جبت بقى اللي هو دي تقريبا اللي هي تحت الصفايه بتاعه الحوض، وغسلتها غسيل بقى اللي هو كده. الاسبونج دي يا بنات انا كنت مصوراها معاكم الفيديو اللي فات، بس نسيت اقول لكم عليها. مش عارفه هي اسمها حاجه كده. الكيس بتاعها انا كنت مصوراه معاكم وانا بنضف التربو. بصراحه جميله قوي. كنتش عارفه ان هي كده، ان هي كويسه كده وبترغي كده ومتينه. انا جبت سبونشات كان نوعها ارضى من الرضاءة يا دوبك. اول استخدامي اول لفة مواعين كان الاسبونجة مفرقة بعضها واتهرت في اقل من اسبوع. وانا كنت بجيب نوع تاني كان جميل كان تحفة. ممكن الاسبونج تقعد معايا بالشهرين ومكانش يحصل لها اي حاجة. ودي برضو جميلة يعني بقالها اسبوع او 10 ايام معايا وما شاء الله جميلة. وحاسة ان هي لسه زي ما هي كأني لسه شارياها مش رقت ولا حصل لها حاجة. عملت معاكم الشباك. وده اللي هو اللي طالع فوق بقى الشفاط والبوتاجاز وكده. المكان ده كنت بعمله دايما بورق. طبعا ورق غلي و... وخلاص يعني بدأت ان انا استغنى عن اي حاجة بقى فيها ورق غير الحاجة بس هو الشباك بس اللي انا لسه بجيب له ورق. والحتة الرخامة دي لان الرخامة بتاعتي بني وبتطلع في شكلها وحش قوي في التصوير، خصوصا في شغل الحلويات والتورت والحاجات دي بتطلع بتحس ان الخلفية البيضة احلى. بغض النظر عن الحته اللي طالعه دي انا عايزه اجيب لها برضو اكمل على كمان قطعه بيضه كده عشان يبقى الخلفيه متساويه. بس بيجي حاجات على حاجات وبنسى ومش بنزل ان انا افكر ان انا اجيب اعمل الخلفيه بتاعه المكان ده. ده برضو بين البوتاجاز كنت برضو بحط فيه ورق. والورق زي ما انتم شايفين بيلزق. بحاول اطلع فيه بيطلع روحه مش بيطلع. كنت بحط ورق على يعني احط اشيل على قد ما اشيل واقوم عامله بقى بالباور ومنضفه تحتيه عشان طبعا الورق الجديد مش هيتلزق وتحتيه اي دهون او اي حاجه ماهيش متساويه او منقرشه وكده لا مش بيتلزق الورق ده عامه. شايفين كذا لون على بعض قلت بقى خلاص لا ما عنديش هحط هو كده كده غلي وما عادلوش لازمه وبيلزق وما بعرفش اطلعه وبحط ورق على ورق. اي نعم بنضف قبل ما بحط الورق الجديد عشان الورق يلزق وعشان ما احطش حاجه متوسخه طبعا عليه. بس قلت ما عدتش حاطه بقى انا هكتفي ان انا كل مثلا شويه او اشد البوتاجاز شده صغنونه كده والمع وخلاص. عملت كمان الحيطه اللي ورا البوتاجاز ورشيت باور على الارض. الباور عملتها بالشرشوبه بس انا فصلت الكاميرا وعملتها بالسبونشه حلوه قوي الاول. بعد كده لمعتها. المفارش بحط برضو بحطها في ميه واللي هو سكرت ده بس. وبعد كده بصفيها زي ما انتم شايفين عشان بس يبقى لو ترابه تنزل ويبقى لها ريحه حلوه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.